عبد المجيد الشرفي ولا يوسف ولا رجاء بن سلامة طلت علينا من الشاشة وحثتنا على الإسلام التونسي، حتى قمحهم، اختل التوازن، اختل التوازن. ولينا نشوفوا في الشوارع بتاعنا معناها الحجاب، ولينا كنا كي نجيو نشوفوا الارقام، كي نشوفوا الارقام بتاع الانتخابات 23 في اكتوبر ايش نلقاو؟ يقول قائل ها منتصر وجاب 89 مقعد، ها حربت الدنيا وبطاقات رهيبه وحراك ميداني عجيب وفلوس ما لا نهايه لها، هذه خلات الدنيا. لا، إذا كان نحلوا نمشيوا للأرقام الحقيقية نلقاهم الانتصار نتاعهم نسبي والوقع نتاعهم محدود. علاش؟ خاطر ما ثم كان 1,400,000 تونسي صوتوا. هذا صحيح، هذا الرقم الصحيح اللي بالفعل. مش عدد المقاعد، قداش من تونسي صوتوا للنهضة؟ نلقاو 1,400,000 تونسي على 4 ملايين مشاو يصوتوا، هذا ثلث. هذا ديجا مسلمين، نحن كلنا مسلمين، اما مش النمط هذاك. احنا نمنوا الحدثيين والتوانسه بصفه عامه نمنوا اللي ثم النموذج التونسي. وفهمت الاغلبيه بتاع الشعب التونسي اللي النمط اللي دافع عليه حركه النهضه وانصارها ما هواش مطابق للشيء اللي تربينا عليه. ودخيل علينا. ما صوتولهمش. ايش يلزمنا نعملوا؟ باش نخلقوا، باش نكونوا، باش نهيكلوا بديل سياسي يترجم المخزون الفكري هذاك، المخزون الثقافي التحديثي التونسي، يترجمه الى عمل سياسي يدخل به الانتخابات ويرجع حقيقه الامور على ما عليها، يعني لفائده المسار التحديثي التونسي. وهنا في السياق هذايا في المعادله هذه جات المبادره تاع سي باجي قايد السبسي، يذكركم سمعتوا بها. مش يسميوها مبادرة سي باجي قايد السبسي، لكن معاه ثلة من الوطنيين التونسيين الصادقين الحدثيين، واغلبهم مشبعين بثقافة بورقيبة باحترام بورقيبة، ومش جايين فقط من العائلات البورقيبية، لا، جايين من اليسار المعتدل، جايين من المستقلين، جايين من شخصيات متعددة الأطراف، واللي فهموا واقتنعوا بعد نضج بعد تفكير أن رسالة بورقيبة التحديثية هي التي تتناسب مع عقلية وشخصية التونسي. شكرا سي عمر. عندي بعض التساؤلات، لكن قبلهم عندي تعليق لازم تكون قراءة مختلفة شوية على قدم أصحابه، في أنه المخلوع معناها لم يواصل سياسة بورقيبة التحديثية، بل سمح للسلفيين أساسا خليجيين باش يعيثون في الأرض فسادا في تونس معنا. أنا هنا نقول ألفة يوسف كانت مستشارة ليلى بن علي، وهي من الأسماء اللي ذكرها سي عمر وأصحابه، معناها يقول كانوا ممنوعين وما راهمش، هي ورجاء بن سلامة وغيره. وكي نشوفوا ولا في التلفزة شكون البوق اللي كان يتكلم ويدافع عن نظام بن علي، معناها نتساءل يعني معناها هذيك في قولك فما نوع من المغالطة. حاجة أخرى وهي أن قراءة أخرى في نتائج الانتخابات. فعلا معناها حركة النهضة حصلت على 1,400,000 صوت من جملة 4 ملايين صوتوا، وفما 4 ملايين ما صوتوش. لكن احنا كيف نشوفوا إلا ما صوتوش شكون هما؟ هذوم اللي ما سجلوش. وكي نقولوا اللي ما سجلوش نقولوا هما أغلبهم من الأرياف، وكي نقولوا من الأرياف معناها هما الناس المحرومين واللي عاشوا معناها على هامش التاريخ نتاع تونس. وبالتالي ال4 ملايين اللي صنفتهم معارضين لل1,400,000 اللي صوتوا للنهضة حسب رأيي ما يكونوش في الترتيب بالشكل هذا، على خاطر إذا كان تمكنوا من التصويت نأكد لك راهم صوتوا للناس
اللي عارضوا نظام بن علي، ولا من أجل معارضتهم شدوا السجون بعشرات الآلاف وهجروا من تونس، ثم رجعوا مصلحين. هم يسميوا روحهم مصلحين، انت تسميهم حاجة أخرى، هم يسميوا روحهم مصلحين ومعارضين لنظام الفساد، ودفعوا ثمن ذلك. إذا تقسيمك أنه البقية كلهم معارضين للنهضة هذا ليس صحيح. في خصوص مبادرة سي الباجي قايد السبسي، ولا باش تكون مدعومة من كل الحساسيات البورقيبية واليسارية للتصدي لحركة النهضة، لأنهم يعتبروها كونها العدو اللدود متاع ما نعرفش متاع شكون، متاعهم هما برك، خاطر المجتمع قابل النهضة. أمين شو نقول تو هنا التساؤلات. التساؤل الرئيسي: أين كان أصحاب الفكر البورقيبي طيلة فترة بن علي؟ أعطيني واحد برك عبر عن رأيه وتمسك بهذا الفكر وحوكم، وما نوصلش حتى حوكم. أعطيني إنسان يعني طورد أو معناها توبع أو أي شيء في سبيل أنه يقول يا بن علي راهو فما فكر نير كان يقوم به بورقيبة وانت توا طمسته. وكذلك لماذا رجوع هذا الفكر بالذات بعد الثورة؟ هل لأن توفرت الحريات؟ الفكر البورقيبي نجم كان يخدم بدون تضحيات. ايش معناها؟ معناها وقت اللي بورقيبة موجود هانا معاك يا بورقيبة، وقت اللي ولا بورقيبة مقموع ومحبوس في دار الوالي الناس الكل تخلت عليه، أكثر البورقيبيين هم تخلوا عليه، وكان يعاني منفردا ولم يضحي أحد من أجله. وهذا عيب كل البورقيبيين إلا اليوم ولاو يتحدثوا عن الفكر البورقيبي والفكر الإصلاحي البورقيبي. أنا نقرأها قراءة أخرى، قراءتي هي تمسك بالأصنام، وكفانا أصناما في عهدنا. رحنا شباب ولو أني في نادي الأجيال اليوم أما يزينا من الكذب على بعضنا ومن الضحك على بعضنا. راهو التمسك بصنم بورقيبة لن يؤدي إلى شيء، لأن تونس ليست عاقرا ويمكنها أن تنجب من يكون أحسن من بورقيبة بقطع النظر عن تقييم البورقيبة. وأنا مساند كليا للسي عبد المجيد معناها في أنه بورقيبة عمل، لكنه ما يلزمناش نقعدوا عايشين تحت ظلال بورقيبة. كفاه يحيى الغنوشي وتحيا حركة النهضة. شكرا لكم. تسقط حركة النهضة، تحيا حركة النهضة غصبا عن الجميع. هذه تو مش نتكلم نرجع على يعني من ضحايا النهضة. اللي يحب يسمع يسمعوه، اسمعوا الناس، ولا ما عجبوش سكر وذنك.